يا مساء الفل. يلا بينا نعمل بيتي فور القمع السهل القمر ده اللي بنعمله بمنتهى السهولة وطعمه دايب دوب تحفة جدا. تعالوا اقول لكم عملناه ازاي. اول حاجة هنجيب 400 جرام زبدة سواء بيضة او صفرة الموجودة عندكم، المهم تكون ساقعة، وهنضربها بالمضرب لحد ما تبقى كريمة هشة بالشكل ده. وبعدين نضيف 150 جرام سكر بودر ونضربه مع الزبدة لحد ما يوصلوا للقوام ده هش كده وخفيف جدا. بعد كده هنضيف 3 بيضات، بس بالتدريج، ونحط معاهم شوية فانيلا. حطيت اول بيضة وبضربها لحد ما تختفي، وبعدين بحط تاني بيضة، نفس الحكاية لحد ما تختفي احط تالت بيضة، لحد ما القوام هيوصل عندي ان هو هش وخفيف جدا ولونه فاتح قوي زي الكريمة كده. احنا عايزين القوام ده اساس البيتي فور، لان البيتي فور مش بتحط له بيكنج باودر، فده الاساس بتاعه عشان يخليه هش وحلو جدا وناعم. بعد كده هنجيب نص كيلو دقيق نكون نخلينه طبعا، وبعدين نضيفه على الخليط ونقلبه بالسباتولا، يعني تقليب خفيف كده لحد ما الدقيق ما يختفي معانا، لحد ما نوصل للشكل ده كده. ده كده العجينة لينة معانا وطرية وحلوة جدا، وتشكيلها هيبقى سهل جدا. هنشكلها بالقمع هنلاقيها بتنزل معانا بمنتهى السهولة، وتشكيلها ما بياخدش معانا 10 دقايق. بعد كده هناخد الصاج بتاعنا ندخله الفرن على درجة حرارة 190 على الرف الأوسط لحد ما تاخد لون فاتح كده، نطلعها. كده بقى البيتي فور عندنا جاهز وتحفة جدا، وزي ما قلتلكوا طعمه دايب دوب. بس مش هنحشيه دلوقتي، هنحشي قبل العيد على طول عشان يفضل مقرمش وما يطراش.